فيديو النهارده اعلمك ازاي تضيف فلتر الافراح وفلتر البلاك وفلتر المصيف، حرفيا 30 فلتر جمدان. انا عايز اقول لك يا صاحبي اللي انا كنت منزل فلاتر ده قبل كده، بس نزلتهم تاني وعدلت عليهم ونزلتهم لان كانت في ناس كتير قوي مش عارفه تحمل الفلاتر دي ومش عارفه برضه تضيفها. فانا جايب لك النهارده طريقه سهله جدا، الطريقه بتاعتنا السهله اللي احنا هنضيف بيها الفلاتر. بس كل اللي انا عايزه منك عايزك تركز معايا في الشرح. حرفيا يا صاحبي انا غبتي بس راجع لك بالفلاتر، يعني فلتر الافراح، فلتر السيشن، فلتر لكل صورك. يعني انت حرفيا مش عايز فلاتر تانية، انت لو مصور سيشن فانت حلال عليك الفلاتر دي. والفتره اللي جايه يا صاحبي مجهز لك فلاتر جامده قوي. الفتره اللي جايه الفيديو اللي جاي باذن الله لو لنا عمر هيكون 180 فلتر او 300 فلتر. دول اللي انتوا عايزينه بقى قولوا له في الكومنتات. عايزك تجيب دلوقتي يا صاحبي كوبايه الكركديه بتاعتك دي. كركديه يا صاحبي طبعا انا ما رضيتش اصور غير لما اعملها والله العظيم، وتركز معاه في الشرح. الشرح بتاعنا يا صاحبي 8 دقايق بس، هتطلع من 8 دقايق دول ضايف 30 بريسيت حرفيا هيبنوك ممكن لشهرين قدام لحد ما انزل فلاتر تانية. وطبعا انا كل ما بنزل فلاتر عادي تضيفها على الفلاتر اللي عندي يا صاحبي عشان تشجعني ان انا انزل لك فلاتر بعد كده ويكون عندي تحفيز ان انا اعمل لك فلاتر تانية. هتعمل لايك للفيديو ده، ولو عايز تقول كومنت حلو عشان يظهر معانا على الشاشه زي ما انت شايف كده. طبعا انا بشكر اخواتي دول، اعمل كومنت حلو هيظهر معانا في الفيديو اللي جاي. عشان ما نطولش في المقدمه، كوبايه القهوه بتاعتك وركز معانا ويلا بينا على الشرح. طب يا جدعان ثواني بس كده، هو مش حلو بس انا اشربها عشان الفيديو. المهم هندخل على برنامج اللايت روم، هنتاكد ان احنا معناش اي فلاتر على البرنامج. بص يا صاحبي لو نزلنا تحت كده وجينا على ال 30 فلتر لايت روم، هم فين يا جدعان؟ 30 فلتر لايت روم انا كنت كاتب يعني اخيرا رجعنا حاجه زي كده. عندي فلاتر كتير لسه ما نزلتش يا جدعان. فصاحبي انت فايتك كتير لو مش مفعل الجرس على فكره. الحمد لله لقيتهم يا جدعان، عوده باقوى 30 بريسيت، انا كاتبهم بريسيت. لو دخلنا على الصوره دي مثلا معلاش اي فلاتر، وجينا كده صاحبي على كلمه بريسيت مع بعض، انا عايزك تركز معايا. هنا في الاخر كده معيش اي فلاتر على البرنامج، انا عايزك تركز معايا يا صاحبي بقى من اول دلوقتي. كوبايه بقى اللي انا قلت لك عليها الكركديه او اي حاجه مش حلو والله. المهم ماشي وتركز معايا. هنخرج كده صاحبي من برنامج اللايت روم. اول حاجه هتعملها تنزل الفلاتر ده من الرابط اللي في البايو او اللي سابه لك في اول تعليق اللي في البايو يعني الوصف بتاع الفيديو. طيب بعد ما تنزله ما تحمل برنامج RAR دوت. طبعا لينك البرنامج ده هتلاقيه في البايو لو مش معاك، والشرح ده للاندرويد بس، ولو انت ايفون علامه الايفون هتلاقي الشرح للايفون. طيب بعد كده صاحبي بعد ما تدخل على الداونلود اللي هو التحميلات بتاعه الموبايل بتاعك. طبعا هتكون انت نزلت اللي هو ايه ال 30 فلتر وكده، 30 فلتر احترافي ايديت احمد محمد اللي هو القناه بتاعتنا. زي ما انت شايف كده صاحبي لو طلعنا فوق هتلاقي ال 180 فلتر و 400 فلتر احنا نزلناهم، وهتلاقي ال 300 فلتر دول اللي انا قلت لك عليهم في بدايه الفيديو هينزلوا ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه. فاشترك وفعل الجرس. المهم ركز معايا يا صاحبي، انا عايزك تكمل معايا الشرح كده عشان تعرف الباسورد. لو ضغطنا كده على المربع ده علامه صح، وبعدين ضغطنا على السهم اللي فوق وضغطنا على كلمه موافق، اقول لك اكتب لي الباسورد. طب يا عم بسوك انا هجيب الباسورد ده ازاي؟ بتسمع معايا الفيديو يا صاحبي اللي انت بتسمعه حاليا ده عشان تعرف ازاي تضيفهم، وبقول لك الباسورد مرتين بصوت وانا بشرح. بقول لك رقمين في رقمين لان الفلاتر متعوب عليها بجد، فمستحيل انا ادالك تروح تحملها على طول كده. انا بقول لك مستحيل ادالك تروح تحملها على طول. فاكتب دلوقتي الباسورد وارجع لكم تاني. بعد ما كتبت الباسورد يا صاحبي زي ما انت شايف كده فك معايا الضغط والدنيا تمام قوي كده. عملنا اول خطوه والدنيا تمام. اول خطوه نزلنا الفلاتر، تاني خطوه فكينا الضغط بتاع الفلاتر وعرفنا الباسورد. بس طبعا لسه ما قلتش اول باسورد من الفلاتر هيكون 40 تمام. اول كده كمل معايا الشرح بقى عشان تعرف تاني باسورد، ولو قدمت مش هتعرفه. كمل معايا الشرح والله الشرح رايق. طيب هندخل دلوقتي على مدير الملفات ده. ناس كتير قوي بتقول لي انا مش عارف اجيب مدير الملفات ده، وطبعا ده اسهل مدير ملفات عشان تضيف من خلاله الفلاتر دي. هتلاقيني سايب لك الرابط بتاع مدير الملفات ده في اول تعليق او اللينك اللي في الوصف برضه. طيب كل اللي عليك كده صاحبي هتدخل على التخزين الرئيسي، ركز معايا، وبعدين هنرجع تاني على الداونلود اللي احنا لسه فاكين فيه الضغط من شويه. هتلاقي معانا ال 30 فلتر يا صاحبي زي ما انت شايف اهو. كل اللي عليك هتضغط على واحد ضغطه مطوله، تضغط على العلامه اللي فوق دي كده هتلاقي حدد لك كل الفلاتر تمام. بعد كده صاحبي هتضغط على كلمه نسخ زي ما انت شايف. ايه ده يا جدعان؟ بعد ما تحدد الكل كده صاحبي هتضغط على كلمه نسخ زي ما انت شايف، وركز معايا نضيف الفلاتر فين. لو انت من الناس بقى اللي ما بيظهرش عندك ملف الداتا فانت لازم تحمل مدير الملفات ده لازم. هندخل دلوقتي على الاندرويد، ومن الاندرويد للداتا، ومن الداتا اللايت روم موبايل، ومن اللايت روم موبايل ركز معايا على كلمه فايل، وبعدين هنضغط على اول واحده هتوصل عند زراير كتير هتضغط عليها. هتضغط على كلمه بروفايل ستينج يوزر ستايل. اول ما توصل هنا يا باشا اعرف ان انت ماشي معايا تمام والفلاتر هتبقى مبروك عليك. تضغط على كلمه لاسك بقى هتبدا الفلاتر تتضاف. انا متشوق هوريكم الفلاتر وانا بجربها دلوقتي. نضغط على كلمه استبدال. خلاص كده ضفنا الفلاتر. هيجي واحد بقى يدخل على برنامج اللايت روم على طول كده. فين الفلاتر؟ مش موجوده. ما انت كنت فاتح برنامج لايت روم في الاول، يعني انا كنت فاتحه في بدايه الفيديو. كل اللي عليك هتخرج من كل حاجه انت عملتها كده اهو، وترجع تدخل تاني على اللايت روم.
ركز معايا انا كده لحد الان ولا بقص في الفيديو ولا بعمل اي حاجه، ووريتك في بدايه الفيديو الفلاتر ما كانتش موجوده. بص بقى ننزل دلوقتي عوده باقوى 30 بريسيت، اقوى، ما احنا بقالنا كتير ما نزلناش. ندخل على الصوره الجمدان دي، بجد صوره عاش على اللي مصوره. نضغط على كلمه بريسيت، خلاص الفلاتر اتضافت معايا من غير ما اعمل اي حاجه. طب انت لو مش موجوده معاك كده يا صاحبي، تخرج من السهم ده كده، وبعدين تيجي عند اخر واحده تمام، وبعدين تضغط على كلمه يوزر بريسيت. شوف بقى الجمدان، شوف الجمدان قبل ما اقول لك على الباسورد التاني. فلتر احترافي، الفلتر جامد على الصوره. فلتر اسود جامد. فلتر الابيض، ده كل ده انا بجرب على صوره واحده. المفروض الفلاتر دي كل فلتر يكون له صوره معينه، لا انا بجرب على صوره واحده. فلتر الاحمر، فلتر الازرق، فلتر الاسود، الفلتر بتاع السيشن، الفلتر الاشجار، فلتر المميز، فلتر الافراح، فلتر البلاك، فلتر البنفسجي، فلتر البني الفاتح. انا لو فضلت من هنا لبكره مش هنخلص. بس فلتر الصور الشخصيه انا عايزك تجربه على اي صوره عندك، في الشارع، سيلفي، بره البيت، جوه البيت، في المصيف، الفلتر ده يمشي على اي صوره عندك. جدعان بجد انا تعبت في الفلاتر دي، وكنت نزلتها قبل كده ما خدتش حقها، فانا نزلتها تاني. وتاني باسورد معانا صاحبي هيكون 45. واتمنى يعني اتمنى الفيديو ده يوصل 1000 لايك عشان تشجعوني ان انا انزل لك ال 300 فلتر اللي احنا قلنا عليهم، او ال 180 فلتر الاول. وزي ما انت شايف كده انا علمتك ازاي تضيف البريستات، شرح رواقه، طلعت معاكم الفيديو كامل، تصوير بكاميرا وتليفون وتعب مونتاج، وده كله علمتك ازاي تضيف 30 بريست حرفيا محدش بينزله. طب ما تيجي نجرب على صوره تانية، معلش انا عايز اجرب على صوره تانية للناس اللي بتحب تكمل الفيديو للاخر. لو جبنا كده الصوره دي كده يا صاحبي، ناس كتير قوي بتتصور يعني صور زي دي. نضغط على كلمه بريسيت، بص يا صاحبي اول فلتر عامل ازاي. انا ما عدلتش عليه، ده انا بضغطه واحده خلاص كده. انت صور بالتليفون وضيف الفلاتر ده يا صاحبي، انت خلاص انت في حته تانية. طب لو جربنا مثلا فلتر ايه اللي يمشي معاه تاني يا بازوكا، فلتر الازرق يمشي معاه جامد. بص عامل ازاي. انا عايزك بقى يا صاحبي تتصور الصور وتضيف عليها الفلاتر دي وتدعي لي بس تقول لهم الفلاتر دي من قناه ايديت احمد محمد، تمام. بكده يا صاحبي علمتك ازاي تضيف الفلاتر وبطريقه سهله جدا، والحمد لله لسه ما خلصتش الكوبايه دي اصلا، انا كنت ركزت في الشرح بس هي مش حلوه اصلا، فما علينا انا هسيبهم تحت على الكلام ده. فكل اللي انا عايزه منك يا صاحبي تعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك وتفعل الجرس. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.